مرة أخ يعمل في عمل حساس جدا، وبإمكانه أن يوقع الأذى بالناس دون أن يسأل. فمرة قال لي: انصحني. قلت له: افعل ما تشاء، وأوقع الأذى بالناس كما تشاء، وزج الناس في السجن كما تشاء، ولكن لا تنسى أن تهيئ لربك جواباً عن كل شيء تفعله. بطولة المؤمن بيهيئ لله جواب عن كل شيء يفعله. الله بيأدب. لو أنك تفهم على الله الكلمة الغلط وراها في تأديب، تصرف غلط في تأديب، ابتسامة بغير محلها في تأديب، استخفاف بإنسان في تأديب. ما أمرنا الله أن في وقت مبكر، حينما تصدق حينما تصل رحمك انتظر من الله الكرم، الإكرام المادي. أخواننا الكرام، أنت حينما تنفق على أرحامك فالله سبحانه وتعالى يزيد لك في رزقك. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. مستحيل. خلص اطمأن وفي غض بصر والبيت منضبط، ما في 800 محطة بالصحن، 400 إباحيات، الابن منضبط والأب منضبط والبيت فيه تدين وفيه صلاة، بيت فيه صلاة، ما في مراهقة. أنا هذا إيماني، وأنا مالي عم بالغ، أنا مالي حالم. في أسر كثيرة، والله في أسرة سمعت عنها الاستيقاظ قبل الفجر بساعة، بيصلوا قيام الليل، بيقروا قرآن، بيصلوا الفجر، بيقعد الطالب الابن على دروسه، لما عم تهيئ الطعام والشراب بينتقلوا إلى أعمالهم. في انضباط البيت عجيب. أب قائد ناجح والأم صالحة جدا، البيت جنة بصير. ما الذي يمنع يكون بيوتنا كلها جنات بيدنا والله، والدخل ما له علاقة، بيت صغير ودخل قليل وأكل خشن. بيدك. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا
يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني بالجلسات السهرات يشرح الناس في هذه السهرة، فلانة ليست جميلة مثلا توصف بأردأ أوصافها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كنت مرة في عمان أركب مع أخ كريم، والنافذة مفتوحة إلي من طرفي. دخل من خلال النافذة لاقط ميكروفون، قال لي كلمتين أستاذ. شو كلمتين؟ قال لي كلمتين. شو بدي أقول له؟ قلت له أنت مرتاح؟ قال مو أنا. قلت له مو شرط أنت مرتاح، ما عندك مشكلة في البيت، ما عندك مشكلة صحية، ما عندك مشكلة بالدخل، ما عندك مشكلة بالعمل، مرتاح. لا تغير ما بيغير الله عز وجل، لا تقلق. ما دام ماشي صح لا تغير ما بيغير. هلا عندك مشكلة، أيام زوجية، أيام مالية، أيام صحية، أيام اجتماعية، بنقول لك غير ليغير. شايف الدين العظيم ضغطته ب4 كلمات. لا تغير ما بيغير، غير ليغير. الله. بنعيدها مرة ثانية للمشاهدين سيدي. لا تغير ما بيغير. نعم. إذا مرتاح ببيتك مع زوجتك مع أولادك ماشي صح، أقمت هذا الدين في بيتك أولا، نعم. وفي عملك ثانيا، وفي نفسك ثالثا، والله أكرمك. لا تقلق، لا تقلق. قل لن يصيبنا، لن لتأبيد النفي، إلا ما كتب الله لنا، مو علينا، لنا. الله. أنا متحرق على شاب مؤمن بالله، علاقته مع الله طيبة، يتقي الله، يضبط جوارحه، يضبط يده، يضبط حركته، يضبط دخله، يسعى لمرضاة الله، له جامع يؤويه، له مرجع ديني يستشيره، يحب أن يخدم أمته. هذا الشاب والله زوال الكون أهون على الله من أن لا يرى نتيجة عمله. توفيق في الدنيا، وما توفيقي إلا بالله. هي آية وحيدة بالقرآن: لا ينجح شيء في الأرض إلا بتوفيق الله أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني كما قدمت قبل قليل، ولو أن شابا واحدا آمن واتقى، مو أهل القرى، لا، ولو أن شابا واحدا آمن واتقى لفتح الله عليه خير الدنيا والآخرة. واضح كلامي؟ ولو أن شابا واحدا آمن واتقى لفتح الله عليه خير الدنيا والآخرة، لأنه لا إله إلا الله، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. نساء كاسيات عاريات، أفلام إباحية، فضائيات، انحرافات، ملاهي ليلية، انحرافات سلوكية، الجنس يعبد من دون الله. في هذا الزمن الصعب، في زمن الاختلاط وكشف العورات والإباحية والنوادي الليلية، وكل شيء حلال وكل شيء متعلق بالدين الناس يبتعدون عنه. في هذا الزمن العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. 1000 متكلم
فصيح اللسان، معه النص، معه التحليل، لا يؤثرون بواحد. وإنسان واحد موصول بالله يؤثر ب1000، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر ب1000.